السلام عليكم. تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض طريقة سهلة جدا للبسكوت بصينية واحدة، مش هياخد منك وقت ولا مجهود، في ثواني هيكون جاهز معاكي. تعالوا كده نشوف الطريقة ونقول بسم الله. أول حاجة هنزل في الخلاط ب3 بيضات، عليهم كوباية إلا ربع من الزيت، وهنزل كمان عليهم بالفانيليا. وأنا هنا حطيت كوباية من السكر، ممكن تحطي كوباية إلا ربع لو انتي حابة. بس أنا بالنسبة لي الكوباية كان مظبوط وكان جميل جدا. بنزل بالسكر كده، ونزلت عليه ب3 معالق كبار من اليانسون. طبعا اليانسون ممكن تستبدليه بكذا نكهة انت حباها. هضرب كل المكونات دي في الخلاط حلو جدا لحد ما السكر يدوب معايا، وبعد كده هبدأ انزل بالدقيق تدريجي. اول كوباية عليها معلقة صغيرة من البيكنج باودر، هقلبها واخلطها كويس. اول ما تختفي هنزل بالكوباية التانية. طبعا الكوباية هنا معانا موحدة في جميع المقادير اللي احنا عملنا بيها، سواء زيت او سكر او دقيق. خلاص، يعني هي نفس الكوباية اللي هتعملي بيها كل المقادير بتاعتك والمكونات بتاعتك. طبعا ممكن تستبدلي هنا اليانسون بالقرفة، عملناه مع بعض قبل كده بالسمسم وحبة البركة، وكان روعة جدا وناس كتير جربته وشكرت فيه قوي. طبعا انا نزلت هنا بكوبايتين الدقيق، قلبتهم كويس جدا والدقيق اختفى معايا. هي العجينة بتبقى سايلة كده شوية او ملزقة تلزيقة بسيطة قوي. خلاص، هجيب صاج او صينية، هبدأ ادهنها دهنة من السمنة، مش هحط فيها زيت، هدهنها بمعلقة من السمنة. خلاص، هفضي كده الخليط كله، هنزل بالخليط كله كده في الصينية، وهجيب شوية من الزيت. هبدأ ادهن ايدي كده وافرد العجينة دي. لازم ايديكي لازم تكون يعني مدهونة شوية زيت او مية زي ما انت حابة. هدخلها على فرن، طبعا انا مسخنة من قبل كده على الشبكة في النص درجة حرارة متوسطة. هتحطي السكينة زي الكيك بالظبط، هتطلع ما فيهاش اي عجين، يبقى هو كده استوى. والخطوة دي مهمة جدا، هقطعه وهو لسه طالع من الفرن ساخن، يعني هو لسه ساخن كده. هبدأ اقطعه علشان ما ينشفش معايا، عشان يتقطع معايا بسهولة. ما سيبهوش بقى يبرد واقطع الاقيه كسر معايا، لا انا هقطعه كده صوابع صغيرة خالص، والحجم اللي انت حابه برضو حاجة ترجعلك، بس ده طبعا كل ما كان رفيع كل ما كان احسن. ببدأ بقى اجيب صينية تانية وهجيبه كده وابدأ ارصه على جنبه، علشان انا هدخله احمصه على نار هادية. نخلي بالنا من سوى البسكوت ده علشان مش بياخد وقت خالص في السوى. هيدخل على شبكة في النص تاني، ياخد يدوبك لون بسيط، هيطلع معاكي بسكوتة لونها حكاية وقرمشتها ملهاش حل. بسكوت عملناه مرة واحدة في صينية واحدة، عامل معانا كمية حلوة قوي. عايزة اقول لكم ان كوبايتين الدقيق دول عملوا كمية حلوة جدا. ريحته بقى في الفرن ما كانش لها حل، فعلا اليانسون كان ريحته رهيبة يا جماعة. اولا مفيد، صحي، حاجة حلوة هتشربي بيها كوباية الشاي، مش هتاخد منك وقت خالص، مقرمش، ما خدش منك اي مجهود. طبعا قلنا ممكن تستبدلي اليانسون بالقرفة بأي نكهة انتي حباها، ممكن تحطيها بدل اليانسون، ممكن تعمليه سادة خالص من غير إضافة أي نكهات. حبايبي جربوا الطريقة السهلة البسيطة دي، أنا متأكدة جدا إنها هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد، وبألف هنا.